أرادت هذه الزوجة إرضاء زوجها بالتجمل له على الرغم من قلة جمالها، وما حدث كان درسا قاسيا. لم تتمتع هذه الزوجة بالجمال الكافي الذي جعلها تسلب قلب زوجها، وكانت كلما حاولت أن تتجمل له يصدها بكلمات جارحة. وفي إحدى المرات أجبرها على النظر إلى المرآة لتقيم جمالها، مما جعلها تبكي وتنام حزينة. في اليوم التالي كان هذا الزوج على موعد مع مقابلة لوظيفة جديدة، ولكنه فشل إلى الحد الذي جعله يرغب في البكاء. شاهد أحد الناجحين بكاء هذا الرجل وحزنه، وقال لصديقه: لو أمكنني لتنازلت عن هذه الوظيفة لأجله، فلا أجمل ولا أفضل من أن تجبر قلوب الناس. فسمعه الرجل وتذكر كيف كان يكسر خاطر زوجته دائما، فندم على ما فعله، وقرر أن يبدأ بمعاملتها بحب واحترام. بعدها حصل على الوظيفة التي يحلم بها، ونجحت حياته الزوجية، وعرف أن جبر الخاطر هو سر النجاح في الحياة. فمن سار بين الناس جابرا للخواطر أدركه الله تعالى في جوف المخاطر.